أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا ومشاهدينا. موضوع حلقة النهاردة خفيف شوية، يعني ولا هو قانوني ولا هو سياسي ولا هو اقتصادي. موضوع بيهم كل واحد فينا وكل بيت فينا وكل ست بتتعامل مع الجزار. ومع الأسف الفترة الأخيرة كل يوم والتاني نسمع عن مزرعة ذبح الحمير أو ذبح الحصينة، مرة في الفيوم، مرة في الشرقية، مرة في المنوفية. عشان أكون صريح معاك، أول حاجة مفيش قانون صريح يعاقب على ذبح الحمير، بل المشرع اكتفى بنص المادة رقم 281 سنة 94 اللي هي بتقول إيه؟ كل من عرض أو باع مواد ضارة بصحة الإنسان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنين، وغرامة من 10,000 ل 30,000. هتقول لي أحمد الحمار ضرب بالصحة أو أحمد حسام ضرب بالصحة؟ أقول لك أيوه، هقول لك قدرها في آخر الحلقة. طيب، وعشان أكون صريح معاك أكتر، مفيش جزار يقدر يبيع لحمة مذبوحة بره المذبح، أو جزار يقدر يبيع لحمة حمار قدام محل. ليه؟ لأن عيون الرقابة عليها قد كده. طب لحمة الحمير ولحمة الحصينة دي بتروح فين؟ أوتوماتيك بتروح لمصانع تصنيع اللحوم، اللي هي بتاعت الهمبرجر، السجق، السوسيس، والكفتة، وطبعا الحواوشي على رأس القائمة. وبتروح عند الكبابجية، يعني معروفة إن هي بتروح عند الكبابجية عشان لما بتحط عليها التوابل أنت ما بتعرفهاش. طب انا كراجل مشاهد، كراجل مستمع، كراجل زبون، اعرفها منين اللحمه دي؟ نوعها ايه؟ شكلها ايه؟ مذبوحه فين؟ هوري حضرتك حالا دلوقتي. المفروض الحلقه بتاعت النهارده كنت اجيب معايا سكينه ما امسكش قلم، بس انا جبت السكينه معايا الحمد لله. اهي دي شكل الذبيحه، دي شكل الذبيحه. في هنا عليها ختم، عليها ختم. الختم ده مش حطاه وزاره التموين عشان تزين شكل اللحم، عشان تفهم سيادتك وانت بتشتري انت بتشتري ايه بالظبط. يعني لو مكتوب به قاف يعني بقري، لو مكتوبة ضاد ألف يعني ضاني، لو مكتوبة جيم ألف يعني جاموسي، لو مكتوبة جيم ميم يعني جمل. وعشان أبقى صريح معاك، لو الجزار اداك قطع كده صغيرة قدام منه على القرمة ما تاخدهاش. ما تاخدهاش. طيب، أنا كراجل برضو زبون في أماكن نائية، مفيش رقابة على الجزارين عندي. أعرفها إيه تاني؟ إيه يخليني تاني أعرفها؟ سوري، إيه يخليني أعرفها؟ ايه خليني اعرفها؟ اول حاجه، اللحمه دي بتختلف عن لحمه الحمار في ايه؟ اولا اللحمه بتاعت البقر دي بتبقى لونها احمر زهري زي كده، لونها احمر زهري زي دي كده. لحمه الحمار بيبقى لونها بني مزيق. طيب، الدهن بتاع البقري تلاقيه لونه عامل كده، لونه عامل كده، حتى لو مش ختم مش موجود لونه عامل كده. الختم بتاع الحمار، الدهن بتاع الحمار بيبقى لونه اصفر نحاسي، اصفر نحاسي، وريحته تختلف بتاتا عن اللحمه دي. يعني انت تمسك اللحمه دي تشمها كده هتفهمها ريحتها، هتعرف ريحتها ايه. لحمه الحمار هتشم ريحه وحشه قوي، ريحتها وحشه جدا. طيب، اما بتيجي تسوقيها يا ست هانم في البيت هتلاقي بقع الزيت بتاعتها ما بتختفيش، مش عايزه تتشال، بقعه كده عامله زي بقعه زيت العربيات، لونها كده وحش جدا. طيب، ايه اضرار لحمة الحمار دي؟ اول حاجة سيبك من الترجيع وسيبك من الاسهال، كل ده امر سهل. هي بتعمل حاجة اسمها تسمم في الدم، وتسمم في الدم يعني ممكن يؤدي الكانسر، بعيد عنه عن السامعين. طيب، ايه تاني؟ بتعمل حاجة اسمها امراض بكتيرية وامراض فيروسية، ودي ممكن تؤدي للوفاة. ده غير ناهيك بقى عن الدودة الشيطية. الدودة الشيطية دي موجودة بتبقى في الكبدة بتاعت الحمار او في لحمة الحمار، يعني الحمار معروفة انه من الكائنات اللي هي بيعمل ديدان، فممكن يعمل الدودة تدخل في كبد حضرتك تدمرك الكبد بتاع سيادتك ويعمل لك تيارو في الكبد بتاعك. طيب، آخر حاجة أحب أقولها لك، أنا كراجل مستهلك، كراجل زبون، آكل مفروم ما آكلش مفروم. لو الجزار فاهم قدامه شوية ما خدوش، أقول له كله أنت اعمله أنت في البيت، مقطع قدامه قطع صغيرة زي كده ما أعملهاش. وفي الآخر محدش يسألني كيلو لحمة بكام، سعرها العادي المفروض يبقى كام، أنا معرفش، ماليش دعوة بسعر اللحمة. وشكرا لحضراتكم وألف هنا وشفا.